بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زوريني يا ريت تدوسي على كلمة اشتراك باللون الاحمر، واذا كنت مشتركة يا ريت تفعلي الجرس. النهارده هنعمل مع بعض سمك بخلطة حلوة جميلة خالص، ورز الصيادية. يا رب يعجبكم يا رب. السمك اهو منضف ومقطع وجاهز للتتبيلة على طول. ده نوع من السمك اسمه ساموس، حلو خالص وطري كده وجميل. شايفين منضف ونضيف خالص، ومقطعاه على الجنبين عشان التوابل تدخل في الفتحات دي. شايفين اهو، عشان التوابل تدخل في لحم السمك كله. بجد كانت الخلطة جميلة خالص وحلوة، وفيها شطة كده مشطشطة حلوة جميلة. وكان السمك مقرمش خالص من بره، زي الفراخ سبايسي بالظبط. هنبتدي بعد كده نجهز الخلطة أو التتبيلة بتاعة السمك. تتبيلة بسيطة وحلوة خالص، هتعجبكم. هنا معانا فلفل أخضر، والفلفل ده كان سخن، في حراقة كده، وليمونتين كبار. أهم حاجة في السمك الليمون. وهو بصل وتوم، بصلتين صغننين، والتوم بيكون أكتر. أهم حاجة السمك معروف الليمون أكتر حاجة، بنزود الليمون فيه بيديله طعم ونكهة حلوة خالص. بعد كده المكونات دي كلها بناخدها وبنفرمها كويس. انا فرمتها، ممكن تفرميها في الكبة او الهاند بلندر. جبت المكونات، حطيت الثوم والبصلتين صغننين خالص، وبعد كده حطيت الفلفل. انا لقيت الفلفل ده حراق، فعشان كده ما حطيتش شطة. وبعد كده عصرت الليمونتين كبار على الخلطة دي. نعصر الليمون، وبعد كده نحط التوابل. التوابل والليمون والخلطة دي بجد كانت ريحتها جميلة خالص، حاجة كده تفتح النفس للسمك. وانتي بتاكلي السمك بيديها طعم كده رهيب بجد. والسمك من الأكلات المفيدة والمغذية خالص، يا ريت نوفرها لأولادنا. بعد كده خلصت عصر الليمون، أحط التوابل. معلقة كزبرة ناشفة، أنا هنا حطيت معلقة ونص. كترت التوابل في التتبيلة دي. وبعد كده بهارات السمك معلقة كبيرة. وبعد كده حطيت كمون، ودي معلقة كاري بتدي طعم تحفة للسمك وقرمشة حلوة كده. وهنا حطيت كام معلقة خل، وممكن تزودي مية، بس انا كترت الخل بيدي طعم حلو للسمك. هنا بحاول افرمها كويس، بنعمها جدا خالص، بنخليها زي المية كده التتبيلة دي عشان تدخل في لحم السمك من جوه. واحسن حاجه لو تبلتي سمك وشلتيه في الفريزر تطلعيه جاهز، بيدي طعم، بيكون التتبيله اخدت في السمك جامد. او ممكن لو هتعمليه تاني، ممكن من بالليل لتاني يوم تحضريه كمان بيدي طعم حلو، لان التتبيله دي لازم تطول خالص في السمك. ولو طلعتيها في نفس اليوم ممكن التتبيله دي تقعد حوالي 3 ساعات في السمك، برضو بتجيب نتيجه حلوه. هنا بفرمها كويس خالص التتبيله كلها على بعض. يبقى حطينا التوابل، حطينا كزبرة ناشفة، وحطينا كاري، وحطينا بهارات السمك وكمون، وحطيت خل. شايفين اهو، بحاول انعمها خالص خالص. خلصتها كده، خلصنا التنعيم من التوابل والتتبيلة بتاعت السمك جاهزة خلاص. بعد كده بفتح السمكة وبحط من جوه وبحط من بره، بدهن كويس السمكة كلها. شايفين الريحة بتاعتها تحفة بجد. ريحة البهارات على التتبيلة مدي ريحة حلوة خالص، حاجة كده تفتح النفس بجد. اهو كتير بنكتر التتبيلة في دي في السمك.
بجد لو عملتيها في البيت احلى بكتير من اللي بره. بره مش بيكتروا التتبيله زي كده. انا ما بحسش بطعم الثوم لما اكل سمك بره. بحاول اغطي السمكه من جوه ومن بره بالتتبيله بتاعتها. وانتي لما تيجي تاكليها او تاكلوها بتحسي بطعم التتبيله دي جميل خالص انتي بتاكليها. اهو شايفين، من جوه ومن بره. نوع السمك ده جميل بجد، كان طعم خالص. شايفين نظيف ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. غطيت السمك كله بالتتبيله، وبعد كده هخليه لمدة 3 ساعات، لان انا طلعته في نفس اليوم. ما تبلتهوش من بالليل، نسيت بجد. فانا تبلته حوالي 3 4 ساعات قعد، بس اخدت التتبيله حلوه خالص. السمك اخد التتبيله حلوه خالص، وكان طعمها حلو جدا. هنا التتبيله اللي فاضله بزود بيها، بغطي بيها السمك كويس. وممكن احط شويه خل على اللي فاضل، او ميه وترشيها على السمك كله. اهو بغطيها كلها. ريحتها تحفه بجد، حلوه خالص. خلاص كده خلصت التتبيله، وهنشيلها لغايه ما نبتدي نعمل. دلوقتي لغايه ما السمك يتبل كويس، هبتدي اعمل سمك رز الصياديه. هنا مقطعه بصلتين كبار خالص، مقطعها صغير خالص، وهبتدي اقلبها في الزيت. بس ايه، سمك الرز الصياديه لازم البصل يتحرق. ما تخافيش، خليه يتحرق ولونه يحمر خالص خالص. سر نجاح الرز الصياديه ان البصل ده لازم يتحرق. ولو عايزه تخليه مكرمل اكتر ممكن تحط شويه سكر، بس انا هنا حرقته خالص ما حطيت السكر. وده طعم بجد تحفه، وبيدي لون حلو خالص للرز الصياديه. بجد جربيها الطريقه دي، هيعجبك خالص. هيكون احسن من اللي بتشتروه من بره، من عند محل السمك اللي بيجي مع السمك المقلي او المشوي. هنا بقلب البصل كويس، شايفين مقطع صغير. ولو عايز ممكن تقطعيه اصغر من كده. بقلب اخليه يتحرق خالص، ما تتخضيش، مش بيتحرق، ما بيديش طعم مرار ولا اي حاجه. في ناس بتخاف ان لونه يغمق. اهو شايفين ابتدى لونه يغمق، بس برضو لسه هخليه تاني. ده يعتبر لسه، يعني انت لو شفتي المنظر ده هتتخضي، لا لسه هنزود كمان عليه. كل ما اللون البصل يغمق اكتر بيدي طعم حلو خالص لرز الصياديه. شايفين كل ما اللون يغمق اكتر، كان ريحه الرز جميل خالص. طبعا انت تشوفي المنظر ده تقولي خلاص ده اتحرق. بزود عليه لسه كده تمام. اهو وصل للون اللي انا عايزاه. بعد كده ده اللون تمام حلو كده. بعد كده بقطع طماطمتين صغير خالص خالص خالص، وبحطه على البصل. الطماطم دي بتفرق خالص، طماطمية واحدة او 2 صغيرين. بعد كده ببتدي اضيف البهارات للسمك، للرز الصيادية، معلش اسفة. بضيف البهارات. بحط اول حاجة، اهم حاجة في الرز الصيادية الكركم، معلقة كبيرة كركم. الكركم مفيد جدا يا جماعة بجد، حاولوا تدخلوه في كذا حاجة، مفيد صحيا خالص. حطيت كركم، وبحط كمون، وبحط كزبرة ناشفة. يا سلام على الريحة، الريحة حكاية حكاية. يبقى الأساس معلقة كبيرة كركم، وكمون، و... وكزبرة ناشفة. شايفين جمال البصل والطماطم والبهارات، ولا الريحة حكاية. وبعد كده الملح.
اخر حاجة الملح، بخليها ثواني كده تغلي مع بعض، مش بتطول يعني، ما بتاخدش وقت كتير. بضيف المية، تضيف المية على قد الرز اللي انت عاملاه، ما تكتريش الرز. طبعا انا ما بعيرش المية، لان ايديا خدت على كده، اخدت ازاي اظبط المية وكده يعني. انت بتعبري او تعايري بالكوبايه، ممكن، انا ايديا اخدت على كده. هنا شايفين الميه غلت بالبصل بالطماطم، شايفين اللون بتاعها؟ اه، اللون ده اللي احنا عايزينه في رز الصياديه. بعد كده بنزل عليها بالرز. انا حاطه كيلو رز، بعد ما اغسله كده بحطه، وشايفين لون الميه جميل خالص، هو اللون ده اللي عايزينه للرز الصياديه. بغطي الرز بالميه وبسيبه يستوي براحته، وبعد اول ما يغلي بوطي عليه. كده ببتدي اقلي السمك. جهزت الدقيق، حطيت بهارات اللحمه، بهارات السمك، سوري معلش مش عارفه ليه بلخبط. وحطيت كمون، وحطيت ملح، وحطيت فلفل اسود. حطينا بهارات السمك وكمون وملح وكزبره ناشفه. وده الدقيق اللي انا هعمل منه، هعمل بيه السمك، هبتدي اتبل فيه السمك وهنعمله بعد ما قعد في التتبيله بتاعته. بنقلب كويس. بس خلوا بالكم من الحركه دي، بجد بتفرق وبتدي طعم حلو خالص. شايفين الميه اللي نزلت من السمك دي، والبهارات دي بتاعت البهارات السمكه وتتبيله السمك، بحطها على الدقيق، بجد بيدي طعم حلو خالص. دي التكايه او الحركه اللي عملناها النهارده. عملتها زي كنتاكي او الفراخ سبايسي، اني خليت الدقيق زي مادة سايلة كده بس، ولا هو سميك ولا خفيف. حطيت المية اللي نزلت من السمك والتتبيلة على الدقيق، وبعد كده زودت شوية مية، وهقلبها كويس وادخل كل المكونات دي في بعضيها. بجد كان السمك مقرمش ولونه تحفة وطعمه حلو خالص. احنا كده حطينا من التتبيلة بتاعت السمك فوق الدقيق. شايفين اهو، بزود المية عشان اظبط سمك الدقيق، ما تخليهوش سايل زيادة عن اللزوم ولا تقيل، عشان السمك اللي يمسك في الدقيق ده ويعمل كفر حلو كده. انا بحاول اقلب لغاية ما يوصل للقوام اللي انا عايزاه. بعد كده كده تمام. بعد كده بضيف جزء من التتبيلة بتاعت السمك للخلطة دي. شايفين الجزء من التتبيلة اللي احنا عملناها، اللي هي الفلفل والثوم والبصل، حطيتها على التتبيلة دي او الخلطة دي بتاعت الدقيق. بعد كده نزلت بالسمك عليها، شايفين، وغطيت السمك كويس خالص بيها، وما حطيتش كفر دقيق. بعد كده اعتمدت على ده، وبجد اداني قرمشه حلوه خالص وشكله جميل كان خالص السمك. حطيت سمكه تاني، بقلب كويس وغطي السمك كويس خالص. بجد جربوها الطريقه دي جميله جدا وادتني نتيجه تحفه. اهي السمكه، بكون مسخنه الزيت كويس خالص، ما تنزلهوش على البارد، لازم الزيت يكون سخن خالص. بعد كده احطها في الزيت، اطلع التانية واحطها في الزيت. طعمها كان تحفة وقرمشة حكاية بجد. شايفين الزيت سخن خالص، ما يكونش بارد، لازم اتأكد ان الزيت سخن عشان الكفر اللي عملناه للسمك ما يطلعش. ابتدى يقل، نقل السمك. بعد شوية بنقلب من الناحية التانية. شايفين شكله حاجة تفتح النفس بجد.
جميل جميل خالص، واللون حكاية. هنكرر العملية دي في باقي السمك. وده شكل السمك بعد ما خلصناه، شايفين جماله، ويا سلام لو شميتوا ريحته، بجد كان جميل خالص. الجزء التاني من السمك، باقي السمك، والرز معانا اهو، والسلطة طبعا لازم مع السمك، والرز كان حكاية وتحفة بجد وطعمه جميل. يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم، وإذا عجبتكم الوصفة ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء في وصفة تانية في رعاية الله.